هل هناك مفاوضات بين نادي الزمالك وتاكس؟ بالفعل في كلام لان انت كلام بس هو ده اللي هيجيب لي المعنى. بس لسه ما دخلش مرحله الرسمي. في بعض الوسطاء ان بيبقى فيه اللي هو انت ترشيح. مثلا لا والله انا بره الموضوع تماما. بس هو في بعض الترشيحات وكذا اسم مدرب، مش تاكس جوناس بس. انا قلت في روماني وقلت في ايطالي وقلت في الماني، ولكن هو من ضمن ده اغضب بعض الناس المرشحه بقوه، لانه قاعد في مصر وعارف الدوري المصري وحافظ لعيبه الزمالك وعاش الاجواء هنا. فبالنسبه له في نص الموسم يا كابتن سمير يبقى اكتر من ان حد يجي يتعرف على الفريق ويتعرف على الدوري المصري والامكانيات اللي موجوده والاجواء اللي موجوده هنا. فده عنده مميزات اكتر. فلسه بعد الكلام، وده اكيد طبعا اما النتائج تتغير وارد ان الامور تتغير. ينجح مع الزمالك؟ انا شايف ان ينجح، وكان ينجح كمان من بدري جدا، لان كواليتي لعيبه الزمالك مش هياخدوا وقت زي ما بيبقى موجود مثلا في وادي دجله مع اولاد صغيرين او في بيراميدز. لعيبه برضه جامده ولعيبه كويسه بس مش متاسسه. لان انت اما راح بعض المرات لما كنا بنتكلم كان طبعا في لعيبه جامده جدا تقدر تنجح له الطريقه زي رمضان وعبد الله السعيد، لان هم دول اللي عندهم الكواليتي اللي يعرفوا يستلموا تحت ضغط ويلفوا. فنادي الزمالك لا عنده لعيبه كويسه ويقدر ينجح ويعمل شغل كويس. الزمالك ينجح بطريقه تاكس؟ انا شايف ان ينجح. كمونه ما نختلفش على تاكيس طبعا، لكن انا اتوقع ان هو مش هيقدم جديد ويقدر يفيد نادي الزمالك، مع احترامي طبعا لكلام الكابتن اوسه. تاكيس اشتغل في دجله، عامل مدرسه كويسه قوي، بيبدا الهجمه من تحت، يعرف يتعامل مع الفرقه اللي قدامه، ذكي جدا، يعرف يعمل لعيبه. راح بيراميدز طبعا عمل اول ما اشتغل شكل كويس، لكن مع ضغط الماتشات وتحمل المسؤوليه اكتر مع فرقه كبيره ابتدى النتائج تتعثر. لكن لو راح الزمالك انا من وجهه نظري ان هو مش هيضيف حاجه لنادي الزمالك.